السلام عليكم. واش لي زامي كلشي بخير وعلى خير وسالينا مونديال. اجي نشوفوا ابرز الخبارات اللي بانت مورا الفينال ب 24 ساعه. الرباط تزينت، المغرب مبلبل، كلشي خصو يحضر الحفل باستقبال احسن منتخب عربي. مصطفى حجي وقفاته الفيفا ما يمارس حتى نشاط لمده 5 سنين. كريم بنزيما خرج هذا الصباح هذا في التصريح وقال لهم انا كنعتزل لاعب دوليا. الملك محمد السادس كيامر الامهات اللاعبين المنتخب المغربي يكونوا حاضرين في الحفل. ومرحبا بكم. وزارة القصور الملكية والأوسمة كتعلن استقبال الملك محمد السادس المنتخب المغربي، وهذا الاحتفال غادي يكون شعبي وجماهيري كبير منذ الوصول المنتخب المغربي إن شاء الله إلى مطار الرباط سالة وفي 5 د العشية. وهذا الاحتفال غيدوز من بزاف الشوارع ديال الرباط، منهم شارع الحسن الثاني وساحة 16 نوفمبر وساحة شالة، مرورا بشارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء حسب البلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وبهذا تم استبعاد الأعضاء الجامعة الملكية من الحفل الاستقبال الملكي باستثناء فوزي القجع والسيد أبرون. معنيين باستقبال الملكي بحال اللي قلنا قبل فوزي القجع اللي هو رئيس الجامعة، الطاقم التقني والطاقم الطبي للاعبين والأمهات ديالهم والزوجات ديالهم، بما في ذلك السيد عبد الملك أبرون بصفته رئيس الوفد بقطر. إن شاء الله الاحتفال غيكون كبير واللعابة غيكونوا فرحانين والشعب المغربي والجمهور المغربي يكون فرحان باللعابة اللي يدوروا في الحافلة المكشوفة اللي جابوها من مدينة طنجة والتزيين ديالها بالعالم المغربي وديما حمراء ونجمة خضراء. الله ينصر سيدنا والله ينصر الملك ديالنا محمد السادس. في الحقيقة اللاعب هذا المنتخب المغربي يستاهلوا أكثر من هذا الشيء هذا وديما مغرب. أنا نشوفوا الخبر الجديد شني هو. مصطفى حجي لاعب المنتخب المغربي سابقا واللي كان سجل احسن هدف في المونديال 98 واللي كانوا كاع المغاربه غناوها ضربه مقاس حجي دخلت للشبكه مصري. رسميا تم الايقاف ديال مصطفى حجي عن اي ممارسه نشاط كروي لمده 5 سنوات. القرار جاء من عند اللجنه التاديبيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف. مصطفى حجي اللي كان زوار الدبلوم ديالو وخدم به مساعد المدرب مع بدو الزاكي وهيرفي رونار وواحد خليلوفيتش. السي مصطفى هادشي ما كناش ضاربين له الحساب، ولكن الله يهديك هي تشوفوا الترابتين مسوس على شين طنجاوي فلوك ديما الجديد. انا نشوفوا الخبر اخر شني هو. اليوم كريم بنزيما على السيطر. كريم بنزيما ذو جنسيه فرنسيه والاصول عربيه، اليوم اعتزل لاعب دوليا لفرنسا. شنو هو الميساج اللي بغى يبين كريم بنزيما من بعد ما عيطلوش المنتخب الفرنسي في هذه التصويره ديال رونالدو من المونديال 98؟ كريم بنزيما كان هو احسن لاعب الموسم 2021 2022. كريم بنزيما اللي كان عنده فضل كبير في سنه 2021 فوز ريال مدريد بالتشامبيونز ليغ وبالريمونتادات اللي عملت مدريد. كريم بنزيما كيبقى لاعب كبير داز في التاريخ ديال ريال مدريد، وهذا علاش ما نساوش الانجازات ديالو. واخا في الاول كنا بزاف كنعايروه، ولكن دابا كيبقى كريم بنزيما من احسن اللاعبين اللي دازوا في الريال مدريد، وتا هو كيقول لكم السلام عليكم. اش كتسنى؟ ابوني في لاشين وياجي نكملوا الخبارات. تن ديك الجرس. من بعد ما تسالى المونديال تصنيف ديال الفيفا للمنتخبات اللي المنتخب المغربي احتل فيها المرتبه 11. المنتخب المغربي فتح البيبان باش يشاركوا في المونديال 2026 10 د الفرق افريقيه وراك الفراجه. اعلان بالمغرب بتنظيم كاس العالم للانديه، ملعب ابن بطوطه بمدينه طنجه كيفتح البيبان ديالو وغادي يكون مستضيف بعض المباريات في كاس العالم ان شاء الله. ودابا من سالينا كل شيء نرجعوا نتفرجوا في احسن الدوريات. ما كاين غير الدوري الاسباني وتوحشنا باريس برشلونه ومدريد، وهاجي نشوفوا الدوري الالماني بايرن ميونخ، وهاجي نشوفوا عاود الدوري الانجليزي ما كاين غير مانشستر وزعزع للدنيا والتشامبيونز ليغ والعالم. وهذا العام هذا كنقول التشامبيونز ليغ د مدريد، ونخليو كل شيء ورانا نشوفوا عاود البطوله الوطنيه. اللي واعر في البطوله الوطنيه فرقه لعبه باش تدي الليغا، الا خسرت بارديدو واحد كتعلب على الطيوح، ويا خرا اللي لعبه على الطيوح الا غلبت بارديدو واحد كتدي الليغا. ودابا
تنتلي ديك الجرس وتسنى فيديو اللي ماجي غدا ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم.